اهلا بيكم. انا ورد السيد. لو اول مره تشوفوا قناتي انزلي تحت واعملي لايك واشتركي في القناه وفعلي الجرس عشان يوصلك اشعار اول ما انزل فيديو جديد. وصفتنا النهارده اقتصاديه تكفي 6 افراد. عملت من صدرين فراخ 24 قطعه كباب وعملت معاهم صلصه طعمها يجنن. يلا نشوف عملناها ازاي. جبت بوله وحطيت فيها صدرين الفراخ المفرومين، وحطيت معاها نص حزمه بقدونس مفرومه، ومعاها فلفل حلو مفروم، ومعاها بصلة متوسطة مفرومة، وحطيت معلقة كبيرة من الثوم، وحطيت كوباية بقسماط بس حط عليهم معلقتين من الدقيق. التوابل بقى عندنا بابريكا، كمون، بهارات لحمة، ملح، بهارات فراخ، كلهم معلقة صغيرة. وابتديت أعجن، لازم نعجنها كويس قوي. بعد كده هبتدي اصبعها. جبت معلقه عشان تبقى اخده نفس الكميه، تبقى الكميات كلها متساويه. وجبت اللي هي العصايه بتاعه الكفته، وابتديت زي ما انتم شايفين كده اصبع عليها. بس دهنت ايدي زيت الاول عشان ما تلزقش فيها العجينه، وابتديت ارصها في الصينيه. هعمل نفس الخطوه تاني مع باقي الكميه. هدهن ايدي زيت واخد من المعلقه الكميه اللي انا عايزاها، واقوم جايبه في العصايه اللي هي بتاعه الشيش، واقوم زي ما انتم شايفين كده ضغط عليها بشويش لغايه ما تخلص الكميه كلها. خلصت الكمية معايا، هاخدها واقوم حطها في التلاجة مدة نص ساعة عشان تشد. وبعد كده هنشوف احنا عملنا الصلصة ازاي. في حلة على النار حطيت فيها زيت، وجبت بصلاية قطعتها ارباع مع 6 فصوص توم، وابتديت اشوحها على النار تاخد تشويحة لغاية اما تدبل شوية. بعد كده هجيب فلفل احمر برضو مقطعاه قطع كبيرة مش مفرومة، وهبتدي اشوحهم مع بعض. واتنين حبة طماطم هقطعها برضو زي ما انتم شايفين كده، واحطهم كلهم ياخدوا تشويحة مع بعض. معاهم معلقة صلصة، معاهم معلقة كاتشب. طب لو ما فيش كاتشب هنعمل ايه؟ هنحط معلقة سكر. وهنا معلقة كبيرة حطيت صويا صوص، ومعاهم كوباية مية، واسيبهم مع النار ياخدوا غلوة. هسيبها لغاية اما تغلي واقوم نازلة عليها بالتوابل. حطيت معلقة صغيرة من الفلفل الاسود وبهارات اللحمة وبهارات الفراخ اللي هي البودر دي، وقلبتهم كويس مع بعض، وهسيبهم ياخدوا ويدوا مع بعض لغايه اما تتسبك الصلصه. لما سبكت الصلصه هبتدي اهرسها بالهاند بلندر، لو ما عندكيش ممكن الخلاط، ممكن الكبه، لغايه اما تنعم معايا خالص زي ما انتم شايفين كده. بعد كده هضيف لها معلقه من الخل، والخل ده هيديها طعم حلو قوي. على النار هحط جريل واحط فيه شويه زيت قليلين قوي، وهبتدي انزل قطع الكباب. هسيبها لغايه اما تتشوح وابتدي اقلبهم. وانت بتقلبيهم على الوش التاني يا ريتك تضغطي عليها علشان تطبع معاكي اللي هي الخطوط بتاعه الجريلا دي، اهو زي ما انا بعمل كده. ممكن الصلصه بدل ما احطها في الطبق زي ما انتم شايفين كده، ممكن احطها في بوله، وبدل الرز ممكن اللي هحطه دلوقتي ممكن احط جنبها مكرونه. ولو مش عايزين مكرونه ممكن تتاكل بعيش ونحط جنبها شويه بطاطس او سلطه، حسب ذوق كل واحد. وصفتنا النهارده خفيفه واقتصاديه وسهله وتكفي عيلتك، ممكن تعملها في اي وقت. اتمنى فيديو النهارده يكون عجبكم، ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعلوا الجرس.